تاخدوا بطاطس ده ليك شيبس على فكره، مقاطعه للابد للمنتجات اللي بتدعم ولاد دول ان شاء الله. اصل النهارده عيد ميلادي فتخيل يوم عيد ميلادي بنزل مراجعه الفيلم على الماشي لعلي ربيع. فبما ان الفيلم طلع بقى بالشكل ده فقلت ما بديهاش بقى، هات لك حاجه يا ابني سالي نفسك بيها بدل ما اطلع انفخ الفيلم واللي عملوه اكتر من انافخهم. وخلينا نروح على مراجعه فيلم على الماشي لعلي ربيع. لو مستني مراجعه نقديه مني لفيلم على الماشي فده مش هتلاقيه في الفيديو ده، اعتبر الفيديو ده كلام قهاوي وبعمل الفيديو على السريع كده عشان انا قلت اني هشوفه وهعمل له مراجعه، لكنه والله ما يستحقش اي جنيه يدفع فيه. فيلم على الماشي لعلي ربيع فيلم فاشل وسيء لابعد حد ممكن. كيس البطاطس ده اهم منه والله، ممتع ويفتح النفس كده. قلم ببلاش اهو يا بيك شيبس. الفيلم اخراجيا غير موفق ويمكن ده اكتر تعبير ايجابي ممكن يتقال على مجمل الفيلم كله. مخرج العمل هو محمد الخبيري، اما كتابيا بقى فالسيناريو مقرف وهبل، والمؤلفين هم احمد عبد الوهاب وكريم سامي. انا مش فاهم انتوا بتستسهلوا كده ليه والله. وتمثيليا بقى فالفيلم ممل ومفيهوش اي مجهود من اي حد، ولا علي ربيع ولا اي سماحه ولا اي حد غيرهم. قصه الفيلم عن واحد كسلان لأبعد حد ممكن بيكتشف انه مريض بمرض نادر، والمرض ده ان هو دمه بيتجلط بسرعه شديده، فده يخليه في حاله حركه دايمه. ومن هنا هنشوف هيحصل ايه للبطل وهيعيش حياته ازاي. هل بقى اتقدمت مواقف كوميديه في الفيلم؟ فلا. هل استمتعت بكتابه الفيلم حتى لو ما ضحكتش؟ لا. هل ارشح الفيلم لاي حد؟ لا وبالثلث. ده انا عملت قائمه جديده اسمها الخرابه، هيكون فيلم على الماشي لعلي ربيع اول فيلم يشرف فيها ويستحقها بجداره. وتقييم الفيلم على الماشي لعلي ربيع هو 10/10. وبس كده، متنسوش تحافظوا على مريضكم من الفرقعه. يوم سعيد. سلام.